كانت بنت صغيرة قربت تولد، بس كانت لابسة كرسي ضاغط صدرها جامد. وأثناء الكشف اكتشفوا إن عنق الرحم مفتوح 6 سنتي. المدرسة كانت عايزة تبلغ أهلها، بس البنت رفضت تماماً لأنها لسه في المدرسة. المدرسة ترددت شوية، وبعدين قررت تحترم رغبتها وساعدتها لحد ما ولدت طفل جميل. ولما سمعت صرحته اتغمرت بفرحة ما تتوصفش، شالته بسرعة في حضنها ومرضتش تسيبه حتى وقت الأكل. الممرضة وهي بتكشف عليها لاحظت آثار خياطة على جسمها، وده كان دليل إن دي مش أول مرة تولد. اتضح إنها وهي عندها 15 سنة كانت ولدت أول طفل ليها، بس أهلها ادوه للتبني في السر قبل حتى ما تشوفه أو تشيله. علشان كده المرة دي كانت بتحاول تخبي حملها وربطت صدرها بالمشد، بس بعد الولادة عرفت إنها مش هتقدر تخبي الحقيقة طول العمر. وبكلام من جدتها قررت تقول لأهلها الحقيقة، لكنها أكدت إنها مش هتسمح أبداً ياخدوا منها ابنها. ولما أهلها عرفوا اتصدموا صدمة كبيرة، مش مصدقين إزاي بنتهم اللي متربية كويس تحمل مرتين من غير جواز. وبعد كام يوم راحوا يزوروها في المستشفى وطلبوا منها تدي الطفل للتبني، بس هي رفضت وحصلت خناقة جامدة. سابوها ومشيوا، والجدة قاعدة في قلق بتسأل نفسها إزاي حفيدتي دي من غير شغل هتقدر تربي طفل لوحدها.